تخيل معايا كده مدينة واقفة زي الصخرة من أكتر من 1000 سنة، ملوك وخلفاء وسلاطين حاولوا يفتحوها وكلهم رجعوا من غير ولا حاجة. الناس كانت فاكرة إن مفيش قوة في الدنيا تقدر تكسر أبوابها، بس في سنة 1453 ظهر شاب مسلم عنده 21 سنة بس. شاب اتربى من وهو صغير على حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث بيقول إن في جيش هيقدر يفتح القسطنطينية وقائده هيكون أعظم قائد. الشاب ده قرر إنه يكون القائد ده ويحقق الحلم اللي فشل فيه الكل. جمع العلماء وجهز المدافع وبنى سفن تمشي على اليابس، وفي يوم 29 مايو سقطت المدينة اللي كانت مستحيلة. بس يا ترى ايه اللي حصل وازاي عملها؟ تعالوا نرجع بالزمن ونعرف حكاية محمد الفاتح من البداية للنهاية. كل حاجة بدأت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فلنعمل أمير أميرها ولنعمل جيش ذلك الجيش. الكلام ده فضل يتنقل من جيل لجيل وساب أثر كبير في قلوب المسلمين. ناس كتير حاولوا يحققوا الحديث ده، بس المدينة كانت حصينة جدا، الأسوار بتاعتها عالية وقوية والبحر بيحميها من الجنب التاني. فشل ورا فشل، ومع كل محاولة الحلم بيزيد جواهم مش بيقل، لحد ما ظهر شاب اتربى من صغره على حب الحديث ده. أبوه زرع جواه إنك ممكن تكون القائد اللي النبي قصده. ده كان السلطان محمد ابن مراد الثاني، اللي اتعرف بعد كده بمحمد الفاتح. من صغره كان بيحب العلم وبيتعلم لغات وبيقرأ في التاريخ، وكان دايما بيسأل عن القسطنطينية وازاي ممكن نفتحها. كان شايف ان الحديث مش للتبرك، لا ده هدف لازم يتحقق. محمد الفاتح اتولد سنة 1432 ميلادية في أديرنا، عاصمة الدولة العثمانية وقتها. من صغره اتربى تربية مختلفة عن أي أمير، كان دايما بين العلماء وبيسمع القرآن والسيرة وحكايات الفتوحات. أبوه السلطان مراد جاب له شيخ اسمه آق شمس الدين، وكان عالم كبير وقتها. الشيخ ده لعب دور كبير في تشكيل شخصية الفاتح، كان دايما يقول له انت القائد اللي النبي قال عليه، ما تضيعش الفرصة. كان بيعلمه الدين والفكر والعسكرية وكل حاجة تؤهله للقيادة. ومع الوقت محمد بقى مش بس متدين، ده كمان ذكي وشاطر جدا، اتعلم اللغات زي اليوناني والفارسي والعربي علشان يفهم خصومه. ولما بقى عنده 12 سنة أبوه سلمه الحكم عشان يتدرب، ورغم صغر سنه قدر يثبت إنه يستاهل يكون قائد. لما مسك الحكم صغير تعرض لمؤامرات من جوه وبره، الأعداء استغلوا صغر سنه وبدأوا يحركوا الجيوش. محمد طلب من أبوه يرجع يساعده، لكن مراد قال له لو أنت السلطان واجهه. كان اختبار حقيقي، وقدر محمد يثبت إنه مش طفل. بس بعد الأزمة مراد رجع الحكم تاني شوية علشان يهدي الوضع. محمد بقى يراقب كل حاجة ويتعلم من كل موقف. ولما مات مراد سنة 1451 محمد رجع للحكم تاني وهو عنده 19 سنة، بس المرة دي راجع وهو مختلف، ناضج وحالم ومصمم. أول حاجة جت في دماغه وهو راجع القسطنطينية كان شايف إنها مش بس مدينة، دي مفتاح الدنيا. ومن اللحظة دي بدأ يعد العدة. المدينة دي كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية بقالها أكتر من 1000 سنة. موقعها استراتيجي جدا بين آسيا وأوروبا، بتتحكم في البوسفور، يعني اللي يسيطر عليها يسيطر على التجارة. أسوارها كانت مرعبة، 3 طبقات وراها بحر، وكانت محمية بأسطول قوي وجنود مدربين كأنها معمولة علشان ما تتقربش. وفي الوقت ده كانت الإمبراطورية البيزنطية ضعيفة، بس المدينة لسه صامدة. محمد كان عارف إن الحرب دي مش هتكون سهلة، بس كان مؤمن إن المفتاح في النية زائد التخطيط والسلاح. بدأ يشتغل على ال3 مع بعض ومفيش دقيقة ضيعها. الموضوع بالنسبة له مش مغامرة، ده عهد بينه وبين الحديث الشريف. محمد الفاتح قرر يدخل الحرب دي بسلاح جديد. جاب مهندس مجري اسمه أوربان، كان خبير في صناعة المدافع. طلب منه يصنع له مدفع ابنه. مدفع ما حصلش. المدفع ده كان طوله أكتر من 8 متر، وزنه رهيب، قادر يضرب قذيفة تزن نص طن لمسافة بعيدة. الناس كانوا بيسمعوا صوت المدافع من مسافات طويلة، وكان البيزنطيين مرعوبين منه من أول طلق. ده غير إن الفاتح عمل خط إنتاج للمدافع بكل الأحجام، بقى عنده قوة نارية مرعبة بتضرب الأسوار يوم ورا يوم. بس مش المدافع لوحدها اللي هتفتح المدينة، كان لسه في لغز البحر. الخليج الذهبي كان محمي بسلسلة حديد ضخمة مانعة أي سفينة تدخل.
الفاتح حاول يدخل السفن، مفيش فايدة. قعد يفكر طب ليه ما نخليش السفن تعدي من فوق الجبل؟ فكرة مجنونة بس اشتغلت. جاب ألواح خشب وفرشها بشحم وسحب السفن فوق الجبل. في ليلة واحدة سكان القسطنطينية صحيوا لقوا السفن جوه الخليج، اتصدموا وبدأت روحهم المعنوية تنهار. كانت حركة عبقرية هزت البيزنطيين. دلوقتي بقى محاصرهم برا وبحرا، وكل يوم الأسوار بتتآكل والمدافع شغالة، والناس جوه المدينة بدأوا يفقدوا الأمل. وسط الحصار والخنقة امبراطور القسطنطينية بعت للفاتح يطلب هدنة. قال له خد فلوس وهدايا وسيبنا في حالنا. بس الفاتح ما كانش بيدور على كنوز، كان بيدور على وعد يتحقق. قال لهم المدينة لينا، والمفاوضات دي ضياع وقت. الراجل حاول يلعب على وتر الدين والسياسة والأمان، منفعش. محمد كان حاسم ورافض أي مساومة على الحلم. وفي الوقت ده أوروبا بدأت تتحرك وتبعت مساعدة. أسطول مسيحي جه من الغرب، لكن العثمانيين تصدوا ليه ببراعة. الفاتح ما كانش بيحارب بس، ده كان بيثبت إنه جاهز لكل مفاجأة. الضغوط بتزيد والعد التنازلي بدأ والقرار قرب، وكل اللي في المعسكر العثماني حاسين إن لحظة الفتح قربت. في يوم 29 مايو 1453 محمد الفاتح أمر بالهجوم الكبير. المدافع ضربت بكل قوتها، الأرض كانت بتتهز. الجيش العثماني اندفع ناحية الأسوار. الهجوم اتقسم على موجات، كل موجة أشرس من اللي قبلها. البيزنطيين حاولوا يدافعوا عن نفسهم بكل ما يمتلكوا من قوة، بس الجنود كانوا خلاص تعبانين والأسوار بدأت تنهار. وفي لحظة حاسمة العثمانيين قدروا يفتحوا باب من أبواب المدينة. الجنود دخلوا والقتال بقى في الشوارع. وبعد معركة شديدة القسطنطينية وقعت. محمد دخل المدينة وراح على آيا صوفيا، وهناك صلى أول ركعة وقال تحقق الوعد. رغم شدة الحرب محمد الفاتح دخل المدينة برحمة، أعلن الأمان للناس ومنع النهب والقتل، ادى الأمان للمسيحيين وخلى الكنائس تفضل مفتوحة وعامل الكل بعد، عكس اللي الناس كانت متخيلاه. وحول آيا صوفيا لمسجد، بس فضل يحترم باقي الديانات. بدأ يعمر المدينة من تاني ويبني مدارس ومساجد، وبقى اسمها إسلامبول، يعني مدينة الإسلام. قدر يخلق نموذج جديد في التعامل مع الحرب. كان شايف إن الفتح مش خراب، الفتح بناء وعدل، وده اللي خلى الناس تحترمه حتى من خصومه. الرحمة كانت سر نجاحه بعد النصر. فتح القسطنطينية كان صدمة للعالم في وقتها، الدنيا اتقلبت خصوصا في أوروبا. المدينة اللي كانوا شايفينها مستحيل تقع وقعت. الناس هناك فهموا ان العثمانيين مش ناويين يقفوا، دول هيكملوا لقدام. الامبراطورية البيزنطية اللي قعدت 1000 سنة انتهت في لحظة، والكنيسة الشرقية فقدت مكانتها، والبابا في الغرب بدأ يشوف الكابوس بيقرب. العلماء والرهبان هربوا من المدينة وخدوا كتبهم وعلومهم على إيطاليا. هناك العلوم دي ولعت شرارة اسمها عصر النهضة الأوروبية. يعني اللي حصل في القسطنطينية غير شكل أوروبا والعالم كله بعد كده، والدولة العثمانية بقت مرعبة في نظر الغرب وكل يوم بتقوى أكتر. أما محمد الفاتح فبقى رمز للقوة والإيمان والتخطيط. الفتح ده ما كانش بس باب اتكسر، ده باب اتفتح على عصر جديد. فتح القسطنطينية ما كانش مجرد نصر عسكري، كان دليل حي إن الوعد النبوي مش كلام، وإنه بيتحقق مهما طال الزمن. ناس كتير قبل محمد الفاتح حاولوا، بس هو كان مختلف لأنه ما اعتمدش بس على السيف، اعتمد على العلم والإيمان والتخطيط. ومن يومها التاريخ فهم إن كل قفلة ليها مفتاح، وكل مدينة متحصنة لها يوم هتتفتح فيه لما يجي وقتها ويجي قائدها. بس في مدينة تانية كلنا بنبص عليها وكلنا قلبنا هناك، مدينة مش بس أرض، دي رمز، دي القدس. القدس اللي من سنين بتستباح، القدس اللي بنشوف صورها ونحس بالقهر، القدس اللي كل يوم بتقول لنا امتى هتيجوا. زي ما القسطنطينية كان ليها حديث، القدس كمان ليها وعد، وإنها هترجع لأهلها في يوم من الأيام. بس السؤال، إحنا مستنيين قائد ولا بنربي جيل يبقى هو القائد؟ مين فينا هيكون زي الفاتح؟ مين هيقول أنا مش هعيش وامشي وخلاص، أنا هسيب بصمة؟ القدس مش بعيد، بس محتاجة ناس قلوبها زي الحديد، ناس بتتعلم وبتفكر وبتخطط مش بس بتحلم. ولما اللحظة دي تيجي هنعرف إن اللي حصل في القسطنطينية كان تمهيد، وإن اللي جاي أعظم بكتير. وبس كده، لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وإلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.